من الخضراء نيوزلايت، أهلا بكم. أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة إلقاء القبض على رجل وزوجته في غضون 45 دقيقة بتهمة ارتكاب جريمة قتل لعائلة مكونة من 8 أفراد في مدينة الصدر. الجريمة جاءت على خلفية تراكم ديون على ذمة المتهمين، حيث اعترفوا خلال التحقيق باستدراج امرأة و4 من أطفالها إلى منزلهم، ثم توجهوا لقتل باقي الضحايا في منزلهم. في سياق آخر، أكدت وزارة الكهرباء استعداداتها للصيف القادم من خلال وضع خطط بديلة لمعالجة نقص الغاز الإيراني وتأهيل المحطات المتأثرة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى أن الجهود مستمرة لتنفيذ خطط الصيانة ومعالجة الاختناقات في شبكات التوزيع بالتنسيق مع وزارة النفط لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء وزيادة السعة الإنتاجية. وفي مجال آخر، أعلن وزير الثقافة والآثار أحمد البدراني عن قرب انطلاق منحة الصحفيين والأدباء والفنانين، موضحاً أن جميع الإجراءات الإدارية قد اكتملت بانتظار استلام التمويل من وزارة المالية لتوزيعها عبر بطاقات كيكارد. المنحة ستشمل 3 فئات بقيم 900,000 و700,000 و600,000 دينار. وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، كشف وزير النقل رزاق محارس السعداوي عن إلغاء رسوم خدمة الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على متن الخطوط الجوية العراقية، وذلك استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني لتسهيل تنقل هذه الشرائح وتعزيز جودة الخدمات في المطارات. اقتصادياً، سجل الذهب أفضل أداء سنوي له منذ أكثر من 10 سنوات. أسعار المعدن الأصفر ارتفعت بشكل طفيف في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% لتصل إلى 2607.6 دولارا للأونص، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% لتسجل 2620.10 دولارا. أما على صعيد الطقس، توقعت هيئة الأنواء الجوية تصاعد الغبار وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة مع عدم وجود فرص لتساقط الأمطار. نيوزلايت انتهت، إلى اللقاء.